طيب اهم 5 حاجات كومولي لازم يعملهم. اول حاجه لازم نجيب سنتر باك، وخصوصا لو هتكمل لعب ب3 ورا، وده اللي تودور عايز يعمله. لازم تجيب سنتر باك تقيل. بريمير كويس انه رجع من الاصابه. الاصابه بتاعته كانت طويله واصابه صعبه، فاول حاجه انت لسه مش عارف مستواه ايه. ثانيا، انا عمري ما شفت ان هو ايه كلاس ديفندر، او ماشي هنقول ايه بس مش ايه بلس. هاو ايفر لازم تجيب لعيبه جنبه. روجاني مش هينفع، كيلي مش هينفع، جت يعني خلاص يا جماعه. فلو هتلعب 3 ورا، انا مش عايز ابالغ اقول ان انت محتاجين 2 مدافعين، بس على الاقل هات واحد سنتر باك. طيب بالنسبه لميريتي، خلي ميريتي بالنسبه لي ما هو احسن من كوب ناينرز، احسن من ماكني. فميريتي ممكن تخليه لعيب روتيشن مع كونسيساو ومع يلدز. ميريتي بيلعب حلو ورا السترايكرز، بيعرف ان هو يستلم الكوره ويشارك في عمليه البيلد اب. عنده فوتبول اي كيو حلو، تحركاته من غير كوره كويسه. كلنا كنا متوقعين منه حاجات اكتر من اللي عملها، وهو عنده بوتنشال اكتر. فعشان كده بقول لك روتيشن، انا ما بقولكش خلي ميريتي عشان نجم. لكن السالري بتاعته قليله، مش هتلاقي له اوفرز عاليه، وديفنتلي مش هبيعه لنابولي. يعني مش حد لعيب لنابولي حتى لو انت شايفه وحش. انا كمشجع يوفنتي انا مش عايز لعيب يروح نابولي. فبالنسبه لي ميريتي ما فيهوش مشكله. كل مواني لازم تخلص صفقه كل مواني. سيبك بقى من انت جايب جوناثان، سيبك من اللعيبه اللي هتجيبها. كل مواني لازم تخلص الصفقه دي، ولازم تخلصها باي ثمن، ولازم تخلصها بسرعه. دوجلاس لويز، وديه نوتنغهام فورست. وديه نوتنغهام فورست واخلص منه، عشان ما تلاقيش نفسك دخلت في الدايليما اللي فيها فلاهوفيتش دلوقتي. انك تلاقي نفسك تقول طب خليه سنه كمان اجرب. لا، مفيش تجربه. سنه كمان اجرب دي، زي ما بقول لك هيحصل موقف فلاهوفيتش، هتلاقي نفسك بقى بتحاول تخلص منه، ومش عارف تخلص منه ازاي، ومش عارف تخلص منه بكام. طيب بالنسبه لتيموثي ويا، تيموثي ويا عقليه مش احسن حاجه، وهو الجيل ده كله للاسف كده. وشفت بقى البوستات بقى البكائيات اللي بينزلها على انستجرام، وانا اتظلمت وانا. لكن لو هتمشيه انت محتاج تجيب وينج باك. انا شايف قعده، نزل بقى عليه عقوبات على البوستات اللي بينزلها، هات وكيل اعمال واتكلم معاه. لكن تيموثي ويا انا شايف اديله فرصه ثانيه.